واش عارف شكون هو المهاجم المغربي اللي كان هداف المنتخب المغربي وسجل اهداف تاريخيه في مونديال 98؟ اليوم غادي نهضروا على صلاح الدين باصير. ما عرفتش انا السبب، ولكن ربما حنا طبعا انا ذاك كريم لانه كان الخزانه ديال الفريق كان لازم انها يتساوى واحد اللقب اخر تصبح غنيه بالالقاب كعادتها كمثلا التنيان. واش اخوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. صلاح الدين باصير زاد في 1972 وبالضبط في الدار البيضاء، وكان كيلعب كمهاجم، كيعتبر من ابرز الهدافين في التاريخ ديال المنتخب المغربي. البدايات ديالو كانت مع الرجاء الرياضي في عام 1983، دخل مركز التكوين ديال الفريق وكان باقي صغير، ومن ثم طلع للفريق الاول وهو عنده غير 19 عام. مع الرجاء بان في المستوى الحقيقي ديالو. وساهم في تتويج الرجاء، ربحوا البطولة المغربية وكاس العرش في 1996. ومن بعد ما دار هادشي كامل مع الرجاء مشى يجرب الاحتراف في الدوري السعودي، وبالضبط مشى للهلال السعودي، وتما فين قدر يربح كاس ابطال الكؤوس الاسيوية وكاس السوبر الاسيوي. ومن بعد ما سال مع الهلال جا الحلم الاوروبي وانتقل الى ديبورتيفو الاسباني. وكاينين بزاف ديال اللعابه دازوا من هذه الفرقه، وكان جزء مهم من الجيل الذهبي ديال الفريق. مع ديبورتيفو حقق انجازات كبيره، ربح الدوري الاسباني والسوبر الاسباني. ومن بعد ما سال مع ديبورتيفو مشى لفرنسا ولعب مع الهلال الفرنسي، لعب معهم واحد الموسم اللي كان خرافي بزاف، وحتى شارك في دوري ابطال اوروبا وكاس الاتحاد الاوروبي مع المنتخب المغربي. باصير دار مسيره كبيره مع المنتخب، بدا مع الفئات الصغرى اقل من 20-23، واول مباراه ليه كانت في 7 نوفمبر 1994 ضد الكاميرون. باصير لعب 59 مباراه مع المنتخب الاول وسجل 37 هدف في كاع المباريات اللي لعب، وكان واحد من ابرز الهدافين في تاريخ ديال المنتخب. اكبر لحظه في المسيره ديالو كانت في كاس العالم 1998، تما فين سجل جوج ديال الاهداف ضد اسكتلندا وقاد المنتخب الانتصار كبير. ولكن رغم الفوز المنتخب المغربي، المغاربه تفاجئوا بالمباراه المثيره للجدل بين النرويج والبرازيل اللي كان فيها تلاعب ديال بالصحب واللي حرمت المغرب من التاهل. باصير كان من افضل الهدافين في تاريخ ديال الاسود. باصير شارك حتى في كاس افريقيا 1998 وفي 2000 و2002. اللي كيميز باصير وهو السرعه ديالو والحس التهديفي، وكان مهاجم كيعرف يتمركز مزيان وكيسجل في الاوقات المهمه، وكان حتى لاعب منضبط ومحترف، وهذا اللي خلاه ينجح في عده دوريات، الدوريات الاوروبيه اللي صعيبه بزاف. ولكن باصير بين لهم باللي يستحق يكون من الافضل اللاعبين في العالم، حيت باش دير بلاصتك اوروبا خصك بزاف ديال الخدمه وتكون كاين ديال بصح. السبب اللي خلاه يتسمى مارادونا هو المهارات ديالو والتقنيات العاليه ديالو اللي كيتميز بها باصير. وكاين حتى اللي كيقول ليه فكاك الوحايد، حيت كان ديما كيحل المباريات الصعيبه ديال بصح. وكان ديك الساعه باصير كيتعتبر من افضل المهاجمين في المنتخب المغربي، ولكن تعرض لاصابه خطيره وخلاته يعتزل في 2003. المسيره ديال باصير وقفت بطريقه حزينه بزاف. اللي كيقول ان خطا طبي هو اللي كان السبب الرئيسي فعلاش اعتزل بكري. صلاح الدين باصير هداف وناجم. دابا غنكونوا وصلنا للاخر ديال الفيديو. الا نسيت شي معلومات كتبوهم ليا في الكومنتيرات، وما تنساو تجاوبوني في التعليقات واش باصير من اكثر اللاعبين اللي ما خداوش حقهم في المغرب. خوتي نشوفكم في فيديو جديد وفي قصه جديده ديال اللاعبين ديال المنتخب المغربي. الله.